حمقكم. اسمع، لو أعطيتني دينار ضرب، اسمع، لو أعطيتني دينار جزائري ضرب قبل دخول فرنسا أشتريه منك ب10,000 دولار. والله فيه، والله فيه، نحلف بالله. يلا والله فيه، بصح هل تعطيني انت دينار؟ اسمع آدم، 10,000 دولار بس لا تنسوا العمولة حقي. يلا قبل دخول فرنسا اعطيني دينار جزائري. فيه دينار جزائري بصح في المتاحف محطوط، بصح عكس ذلك واش راهو يحكي هو؟ عكس ذلك خليني نتكلم معاك. عكس ذلك اعطيني انت دينار مغربي من 1912 حتى 1956 نشتريه ب 5000 اورو. تشوفوا دابا ولا من بعد؟ بغيتي تشوفوا دابا حالا؟ كيفاه من بين 1912 حتى 1900؟ نعطيك اللي بغيتي 1912، نعطيك 1800 حالا اللي تندور. لا اعطيني 1900. اسمح لي اعطيني دينار مغربي نشريه ب 10,000 اورو كما تقول انت في 1921. عملة دينار مغربي 1921 الدرهم من غير عن الدينار الريفي. يا الدرهم ليس عندنا دينار، عندنا الدرهم. ايه الدرهم الريفي عندكم، غير الدرهم الريفي، ما عندكمش اي عملة أخرى من غير الدرهم الريفي. خلينا، واش بغيتي تشوفوا حالا؟ أتريد أن تنظر إليه الآن؟ أيوه هات يا ياسر هات. أوكي دقيقة أنا معك. سأشتريه منك ب10,000 أورو وليس والله أعفيك من الثمن لأنك ستتورط. أنا لا أتورط، خطروها كاينة شكارة كما احنا نقولوا في الجزائر، فيه الفلوس، فيه الشكارة. الفلوس لنا 10,000 جيبوها لنا أنا وعبد أبو طالب، إذا ما تريدوها خلوها لنا. تبغي العملة ورقية ولا تبغيها عبارة عن ورق أم عبارة عن نقد يعني معدن؟ ما شئت. يا آدم اختار. تفضل لك أن ترى بأم عينك. نتمنى غير ما يضربوش لنا اللايف لأنني سأريها. انسى العملة الريفية يعني باه نكونوا واضحين في الأمر هذا، وليس العملة الريفية. لحظة يا آدم، خليه يعرضها أول، خليه يعرضها. أنا أعرض لك القطعة الأولى هي، وحتى إن أردت صورة لها فسأعطيك إياها تكون قريبة، وهي لسنة 1882 للسلطان المولى الحسن الأول. هل أنت فهمت سؤالي أم لا؟ لم تعطيني شيئا. اسمع. أنت يعني تخربق علي هكذا. قلت لك في 1912 ل 1956 وليس 1800. سمعت أقدم. تهربت من السؤال. ماشي مشكل 1956 هي موجودة. 1956 ياسر مدرع. ياسر 56 كان الاستقلال المغربي، فيه عملة في 56 في الاستقلال المغربي. برب الكعبة إن لم تكن مكتوبة فيها 1956 خرجت من ملتي. أعطيني 55 كان في الاستقلال المغربي. 48 يلا قلتي 56. ها هي 56. أعطيني 48. ما تعطينيش هذه. ها هي صورة الحسن. والله لا ما أرى شيء. لازم تكتب ورقة ابعثها لي في الخاص. اسمح لي نعمل متابعة. ابعثها لي في الخاص. آدم شوية ابعثها لي في الخاص ماشي مشكل. اش من سنة بغيتي؟ 1921. اوكي دقيقة حتى 48. معليش نمشيو حتى 48. معليش دقيقة ماشي مشكل. أنا عملت لك متابعة. ابعثوا لي في الخاص. أي خاص خلنا نشوفها كلنا يا آدم. والله لا يأتيك بعملة خطرة. كانت الفرنك الفرنسي يمشي في المغرب. ها هو الريال العملات. اسمع ها هو الريال الحسني. ها هو اقرأ وممكن نبعثها لك. بعيد ما نشوفوا شيء. اقرأ ياسر اقرأ التاريخ اللي فيه. نحن مؤمن. اسمع إذا تكلمنا عن العملات، العملة معمولة ومصنوعة في أي وقت. هي بأمر عن الخزينة الذهبية لطبع العملة لأي بلد، ولهذا لا تستقبع عقولنا هي هذا. أنا نطلب منك يعني تكون منطقي وليس العملة التي تصنع الدول. آدم 10,000. شوف آدم، حتى العملة الذهبية التي جاءت من الأندلس وجاء بها المعتمد بن عباد يتوفر عليها العبد المذنب. هي عملات ذهبية للمعتمد بن عباد. المعتمد بن عباد هذاك جدي، هذاك من أجدادي، وأنا اسمي
بالعباد ليومنا هذا. هذاك من اجدادي الذين قتلتموهم ويعني وحكمتوه في مراكز الذي السجين. يتكلم معك الآن هو يوسف بن تتكلم على تاشفين. اجدادي هنا. شوف المتكلم حاليا هو يوسف بن تاشفين، انا هو شخصيا شفتيه. واش غتخرط علينا انت؟ واذا اردت انا نبعث لك اللقمه نتاعي، لقمه والاسم نتاعي بالعباد. واش راك تحكي تخرط لي؟ واصلي من اليمن، اصلي يمني، واش راك تخرط؟ حلوه تخرط هذا. اسمع يا ادم، انت والله تتكلم والله مبرر. شوف سامحتك الى يوم الدين ولا اريد منك اي شيء. سير الله يسهل. لا ياسر حولها لي يا اخي. 10,000. اسمح لي انا مش نعم 10,000 دولار اورو. كيفاش؟ 10,000 حولها على حسابي لو سمحت. على عيني وراسي، والله يثبت لي هذا غير نحول لك. على عيني وراسي 1000 يورو. اش غنثبت لك؟ اش غنثبت لك باقي؟ اش بغيتي نثبت لك؟ واش بغيتي نتعرى انا؟ العمله المغربيه في وقت الاستعمار الفرنسي. اش غنثبت لك؟ انت واش بعقلك ولا ماشي بعقلك؟ واش عندك شي عقل ولا ما عندكش؟ سامحوني دقيقه. ياسر خبي العملات، واذا انت متنازل عن 10,000 دولار خليه يحولها لي يا اخي لو سمحت. الله يكرمك اذا سمحت، خليه ما يرجع. طيب دقيقه 1943. ها 1943 ممكن ان تقراوها هذه على الورقه. 1943 ها هي فين مكتوبه. 1943 هاي شوفوها هاي. انت يبدو انك من هواة العملات يا ياسر، صح؟ هذا البنك المغربي 1943. تحداك لو عندك عمله جزائريه 1943 انت. هاي البنك المخزني المغربي. هاي أنا موسوعة مغربية تتمشى في أمريكا. أنا كل ما هو مغربي أنا أحمق عليه. أنا تقول لي أنا هاي. يا سلام عليك، يا سلام عليك. أنا أعطيك، أقسم بالله أعطيك الآن في اللايف هذا ورقة مغربية من الأنتيك تساوي 1000 دولار دقيقة. والله اليوم ياسر فتح الإرجل لي. هذا يا ياسر والله هذا يعني اسمع شوف هذه لسنة 1944. الموضوع نتاعنا هو يعني الصحراء الغربية وليس بالعملات وغير ذلك. أنت كل معلوماتك مغلوطة. اليوطي اسمع اليوطي الذي تقول أسس المغرب ولد سنة 1854. اوكي ايوا اسكت خليني نهضر باش ما نكونوا ندخلوش في المشاحنه. اليوطي الذي تقول اسس المغرب ولد سنه 1854. المغرب سنه 1777 اول من يعترف باستقلال امريكا. شو اللخبطه باقي ما تزادش. اليوطي لا يتواجد. هل هذا هو الموضوع؟